من سنتين بالظبط في عيادة العلاج الطبيعي قابلت بنت واكتشفت ان هي شبهي بالظبط حرفيا، وفي نفس الكلية اللي انا فيها وبتعاني من نفس المشكلة. المهم يعني الحوار بدأ، لكن هي كانت اكبر مني ب3 سنين ولا حاجة. يعني انا كنت ساعتها اعتقد في سنة اولى وهي كانت في سنة رابعة. هي الحمد لله اتخرجت يعني السنة اللي فاتت. وساعتها بقى سألتها سؤال لابد منه في الفترة دي. قلت لها انا داخلة على عملي وماليش نفسي اعمل اي حاجة خالص، ما عنديش طاقة، ماليش اعمل حاجة خالص فعلا. يعني مش اللي هو انا بتدلع شوية، او اللي هو انا ماليش نفس شوية وخلاص هنكمل زي ما بيحصل معانا اوقات. لا، في الفترة دي ما فيش خالص. فقالت لي حاولي تبدأي بأسهل حاجة عندك. اسهل حاجة لو مش قادرة تبدأي بأسهل حاجة دي، حاولي تشوفي حتى لو شرح للحاجة دي. حاولي تستعيني بالله كده وتسمعي شرح، سماع سلبي. يعني ايه سماع سلبي؟ يعني بدون ما تبذلي انت مجهود، حتى لو مش تكتبي، حتى لو مش تعملي اي حاجه، بس انت بتسمعي وخلاص. فقلت تمام. آه ودي كانت الخطوه الاولى عشان اكسر السلسله. وبفكر نفسي بالكلام ده ليه؟ لاني برضو بيتكرر معايا نفس الحوار ده الفتره دي، لكن ساعتها كنت عليا عملي المره دي عليا فاينل، وبعد العمل مفيش خالص، مفيش طاقة. انا مخلصة عملي يوم ايه يا ربي؟ يوم الخميس. انا دلوقتي الاثنين وما عملتش اي حاجة، لو عمالة بقلب بس في التليفون. ما يا بنتي طب ذاكري يا بنتي عليكي فاينل. مفيش. فاللي هو مفيش خالص. وبقلب بس، عينيا وجعتني من كتر التقليب. نفسي عينيا توجعني من كتر المذاكرة، لا هي بتوجعني من كتر التقليب. حاساها ورمت من كتر التقليب على بتاع التابلت. بشحنه 15 مرة في اليوم ايا كان يعني. فجيت النهارده عشان واقول لكم ان احنا لو ملناش نفس او مفيش طاقه خالص خالص نعمل اي حاجه، نحاول نبدا باسهل حاجه ونسمع سماع سلبي. ودي الخطوه الاولى لكسر السلسله، لان هي دايره كده مفرغه، اللي هو انت ما بتعملش حاجه فبتحس بالاحباط اكتر، فما تعملش حاجه اكتر، فنقعد كده عمالين بنلف وندور حوالين نفسنا، مش عارفين نخرج برضو ولا. فالخطوه الاولى لكسر السلسله دي ان احنا طبعا نستعين بالله، ثم نبدا بابسط حاجه. تاني نقطة ان احنا استند على ماض يسرك. يعني ايه؟ يعني احنا طبعا دايما بنفكر نفسنا ببلاوينا السوداء، مشاكلنا اللي ما بتخلصش. لكن ليه بقى ما نفكرش نفسنا ان احنا مرينا بالحاجة دي قبل كده، والحاجة دي ربنا عداها بكرم، وثم ان احنا حاولنا ساعتها. يعني نفكر نفسنا بالعمل اللي فات، نفكر نفسنا بالنظر اللي فات اللي كنا بنقول مستحيل نعدي وهنشيل المد، لكن ربنا كرم وان احنا عملنا برضو، ثم ان احنا عملنا اللي علينا والدنيا عدت الحمد لله. فلازم نستند على ماض يسرك. مش لازم نقعد جلد ذات كتير كده، نفتكر الحاجات برضو اللي كانت كويسه فينا. يعني اكيد فينا اي حاجه كويسه ان شاء الله. تمام. طيب، افتكر كم مره حصل معاك كده، كم مره ربنا كرمك وعدت بكرم ربنا عز وجل، فنفتكر لنفسنا اي حاجه، بلاش الجلد اللي احنا فيه ده. تمام كده. طيب، افتكر بقى ساعتها عملت ايه. طبعا حاول ترتب وتنظم امورك كده وتسيستم الدنيا وتبدا. مش عايز طبعا اكرر الحاجات اللي قلناها في الفيديو قبل كده، اللي هو لو مش قادر اسمه ايه، كان فيديو ايه يا ربي، بس كان في كان في فيديو تاني. بس انا بقول الحاجات اللي ما قلتهاش هناك. اهم حاجه يعني اعمل اللي عليك، رتب اولوياتك واستعن بالله ولا تعجز. انا بقول الكلام ده لنفسي. نحاول نبطل تقليب شويه على التليفون، مش هيفيدنا باي حاجه، وهنتزنق واحنا مزنوقين دلوقتي. مش يعني الموضوع مش مستاهل نتزنق اكتر من كده. تمام. واخر حاجه بقى، وهي خطوه بسيطه لكن اعتقد ما سمعتش حد بيقولها قبل كده، لكن اتقالت لي من حد يعني أه في حد يعني لا اسمه ايه ده، حد كنت بتابع معاه قبل كده، فقال لي اكتبي اي حاجه بسيطه تعمليها، اي حاجه بسيطه ايا كانت اكتبيها ببساطه. اكتب محاولاتك البسيطه. لو انت قمت من النوم، قمت اتوضيت وصليت، اكتبها. قمت حاولت ان انت مثلا قرات صفحه زي الفل، اكتبها. اكتب كل محاولاتك البسيطه، لان فتره الفتور اللي احنا بنبقى فيها دي مش محتاجين ان احنا نستنى محاولة عظيمة عشان نكتبها او عشان نقدر نفسنا. لا، محتاجين ان احنا نبدأ بأبسط حاجة ونستعين بالله كده ونكتب محاولاتنا البسيطة بس. ودي كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون كان فيه اي حاجة فادتكم يعني. وادعوا لي وادعوا للبنوتة برضو اللي قابلتها من سنتين.
بس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واخيرا وليس اخرا، ولان فيه كل الخير لك، افرح بقدر الله وتفاءل بالحياه، تجد كل ما تتمنى، وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله، ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. فلنستعن بالله ولا نعجز. وسلام لكل قلب حاول، وسلام لكل قلب يحاول رغم كل شيء. سلام لقلوبكم أيها المحاولون.